عايز بس أوجّه رسالة أخيرة لجمهور الأهلي، مش الجمهور اللي بيقعد يكتب تعليقات على الفيسبوك ويكتب لك أصل طاهر وكوكا، لا، لأ، مش الجمهور ده، الناس أصلًا اللي بتحرّك الجمهور ده، اللي ليها رأي ومسموع سواء بتطلع على شاشات التلفزيون أو بتطلع على أي منصة من المنصات، وبيقعد بقى يتريق على طاهر ويا كوكا ومش يا كوكا، يا جماعة والله العظيم واحد زي طاهر ده ليه ما فيش أي مدير فني أجنبي جه الأهلي إلا أمّا لعبه أساسي أو كان جزء كبير من خطته، حتى لو مش أساسي. ده يعني كل دول ما بيفهموش وأنت الجهبذ اللي فيهم. كوكا أنت بتحكم عليه باك شمال، لمّا بيلعب باك شمال وبيطلب منه أدوار معيّنة بينفذها وبيجتهد فيها مش بتاعته، ولمّا بيلعب نُص ملعب بيجيد وبيبقى أحسن من أي لعيب بيلعب نُص ملعب. طاهر أحسن من أي جناح بيلعب وبيأدي لك أدوار دفاعية وهجومية ممتازة. هو الوينج مش بس يروح ويشوط على الجون، الوينج ماسك الخط كله رايح جاي وبيضم لقلب الملعب وبيرفع عرضيات وبيرجع يغطي تغطية عكسية وبيرجع يأمن مع الباك لو الباك زاد، ولو دخل قلب الملعب هو بيرجع يقفل. كل ده طاهر بيعمله بدنيا واقف على رجله والالتحامات بيكسبها وبيجيب لك كور العاليه، وتيجي تقول جيسوي طاهر يمشي من الاهلي. يمشي إيه يا جماعه؟ نفكر بعقلنا شويه، يعني على الاقل لو الناس اللي بتكتب التعليقات دي بتمشي ورا الشخص اللي بيحركهم او اللي ليه صوته مسموع، فكر انت بدماغك يا اخي، ما تكونش سبب ان الناس دي كلها ما تبقاش فاهمه زيك. معلش رساله كمان عشان شايل ومعبي من الناس اللي بتتكلم بلسان جمهور الاهلي وبقى بتطلع دلوقتي على القنوات ويعملوا لسته كده وهم قاعدين يقول لك احنا عايزين نمشي كذا وكذا 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 وكذا. يعني ايه زيزو يمشي؟ يعني بالعقل، يعني ايه زيزو يمشي؟ مش لعيب بالنسبه لي، مش لعيب سوبر وواو، بس لعيب كويس وانت جايبه فري. ماشي، قصه بتدفع كام وارقام مبالغ فيها دي قصه تانية نتكلم فيها، بس يعني ايه اطلع على القناه كده لا زيزو يمشي وامام يمشي؟ لا، انت تظبط، انت تعرف تدير، انت تمسك امام كده تقول له ده هديك كام وزيزو بياخد كام، ماشي توصل لاتفاق ما عنديش مشكله، بس ما ينفعش تدي زيزو 100 مليون وتدي امام 50 وما تكونش عايز امام يتضايق. لا طبيعي ان هو يتضايق طبعا، تدير صح. زيزو لعيب كويس وجايبه فري، لا ما يمشيش. امام طبعا ما يمشيش، احسن لعيب كوره في مصر ما يمشيش. اصل بيكهام يمشي؟ هو بيكهام لعب كام ماتش اصلا؟ وشكل الفرقه كان عامل ازاي؟ يعني هيبقى الهيرو يعني؟ اول ما لعب شفت عمل ايه بيكهام؟ فين المدير الفني؟ فين الاداره؟ فين مدير الكوره؟ يعني ايه عم الجزار يمشي؟ بغض النظر ان هو جايب 50 مليون، يعني ايه يمشي؟ هو لعب اصلا عشان يمشي؟ طب ما نلعبه ونشوفه الاول. يا جماعه بتوصلوا ناس لاماكن، او يعني مش عايز اقول ان هم بس بيشوفوا الموجه رايحه فين ويروحوا وراها. انا اسف لكل الناس اللي بتطلع، انا مش شايف غير احمد عز، والله العظيم ببقى قاعد سامع الكلمه منه وهي جوايا اصلا يقول نفس الكلام اللي المفروض اي حد عاقل او بيوصل لمكان زي ده يطلع على الشاشات يقوله. بالله عليكم فكروا بعقلكم وما تشوفوش الناس رايحه فين وتروحوا وراها عشان يقولوا والله ده بيقول وبيفهم ونسقف له. لا خالص، فكر بعقلك وحكم ضميرك، ما تمشيش مع الموجه. بالله عليك انت بتوصل لمكان ومنصه سواء على السوشيال ميديا او كمان في الشاشات، ما ينفعش تقول كلام مش صح مع الموجه وخلاص، ما ينفعش.